God bless America. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن فيلم سيفل وور. معلش ممكن تحسوا ان الديكور غريب او الريفيو غريبه المره دي ومختلف عن كل مره احنا بنعمل فيها ريفيو. بس هو الموضوع بتاع فيلم سيفل وور ده معقد شويه يا جماعه والله. يعني الفيلم ده مش عارف، انا مش عايز اقول ان هو نجس يعني، بس هو فيلم غريب معايا من يوم ما دخلته. تخيل انا دخلت الفيلم بتاع سيفل وور ده يوم ما نزل في السينما في مصر، يعني انا داخله من حوالي اسبوعين او اكتر كمان. لكن من ساعه ما انا دخلت الفيلم كل مره اجي اصور مراجعه يحصل حاجه ما تفهمش. اخرها ان انا جالي كوفيد، يعني جالي كورونا، فالصراحه يعني دخلت افلام بعده فعملت الافلام دي ونسيت ان انا اتكلم على الفيلم. وقلت ايه افكس خالص وما اتكلمش عنه مراجعه، بس قلت برضو ايه ممكن نطلع ان احنا نتكلم كده كلام من غير اديت ومن غير انسرتات، ممكن ندخل حاجات بس صغيره كده في الفيديو بتاعنا. فتعالى كده نتكلم على الفيلم بسرعه. الفيلم بيحكي عن ايه؟ الفيلم بيحكي عن اعتقد على حسب ما انا اتذكر يعني الفيلم ما كانش محدد زمن معين، يعني ان هو بيحكي في وقت ما امريكا حصل فيها حرب اهليه. وبالمناسبه هو الفيلم انسبايرد من حاجه اوريدي، لو حد متابع السياسات الامريكيه في حاجه حصلت في ولايه تكساس. انا مش عارف الديتيلز بتاعتها قوي لان انا مش متابع بطريقه يعني ان انا ابقى عارف تفاصيل، بس كنت سامع يعني ان تكساس قبل كده حصل فيها حاجه يعني، وكان عايزين ينفصلوا، حاجه ريليتد لحرب اهليه وبرضه بتاع. فاعتقد هم اخدوا اللوج لاين او اخدوا فكره الفيلم من النقطه دي. فالوهله قبل ما تخش الفيلم وانت تشوف الفيلم بيتكلم عن حرب اهليه وسيفل وور وبتاع تفكره هو فيلم سياسي حربي وفيه اكشن وكده وبتاع. لكن لما تخش الفيلم هتتصدم. مشكله الفيلم ده بالنسبه لي هو ناس كتير ممكن تحط expectations ليه، فلما تخش الفيلم زي ما بقول لك ممكن ما تلاقيش التوقعات اللي هي كانت عايزاها او الاكسبكتيشنز اللي هي كانت عايزاها. لان الفيلم رسالته مش كده خالص. الفيلم هو مش فيلم سياسي خالص خالص يعني. حتى في الفيلم ما ذكرناش تقريبا هو ايه سبب الحرب الاهليه، ما ذكرناش مين مع مين، احنا مش عارفين مين مع مين، ما ذكرناش مين الطرف اللي هنا ومين الطرف اللي هنا. لكن هو كل اللي ذكره سياسيا نوعا ما ان في رئيس امريكي نوعا ما هو ديكتاتور، والرئيس الامريكي ده الثوار عايزين يقتلوه. ده اللي احنا عرفناه سياسيا جوه الفيلم. انما الفيلم نفسه ما تطرقش لابعاد سياسيه يعني ممكن تعمل مشاكل او ممكن تنحاز لطرف على حساب التاني. ودي حاجه صناع الفيلم هم اللي عايزينها. ودايما ما انت ما تحاسبش الفيلم هو عايز يقدم ايه. يعني ما تحاسبش الفيلم آه، انا دلوقتي انا مش عايز اتكلم في السياسه، انا حر يعني، انا عايز اقدم الفيلم كده. انت لو انت كنت داخل الفيلم عايزه يتكلم في السياسه دي حاجه اوكي، انت دي وجهه نظرك، يبقى الفيلم ممكن يعجبك او ممكن ما يعجبكش. وبالمناسبه انا كنت مستني انه يتكلم في السياسه لأن انا بحب نوعيه الافلام دي، يعني بحب الجنرا بتاعت الافلام اللي هي بتتكلم في السياسه وبقى وفيها حوارات وبتاع وفيها مين ومع مين وكده يعني. لكن الفيلم هو ببساطه بيحكي عن رود تريب، يعني بيحكي عن رحله لمجموعه من الصحفيين بيحاولوا يعملوا انترفيو مع الرئيس الامريكي ده. ففي خلال الرحله دي احنا بقى بنشوف حاجات، بقى بنشوف الثوار والناس اللي عامله الحرب الاهليه دي وبتاع في خلال الرحله اللي احنا بنشوفها. الفيلم من بطولة كريستين دانست اللي هي غايبة بقالها كتير قوي عن السينما، وكان عودا حميدا بصراحة. يعني هي عملت دور كويس جدا 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 كمان. كان في طفلة او مش طفلة بقى، شابة اللي هي كانت طالعة معاها الصحفية الصغيرة، انا ما اعرفش اسمها الصراحة. دورها كويس جدا ومتوقع للممثلة دي مستقبل كبير. يمكن الفيديو ده نشوفوه بعد عمر كده، لو في حد جاي من المستقبل يقول لي ايه مصير الطفلة دي دلوقتي وهل هي بقت نجمة ولا لا. بس انا متوقع لها انها بقت نجمة لانها عملت دور كويس جدا الصراحة يعني. وكمان كان في فاجنر مورا او واجنر مورا على حسب ما بيتنطق ازاي، برضو كان تمثيله كويس. وفي بقى تمثيل الراجل التاني بصراحه نسيت اسمه، ده برضو كان تمثيله كويس. يعني التمثيل نوعا ما كان كويس. انا بالنسبه لي لو انا يعني في زي ما قلت لك جزء السياسه ده مش عاجبني، بس لو انا هقول الفيلم ده فيه عيب بالنسبه لي النص الاولاني من الفيلم كان ممل جدا، ممل بشكل رهيب. يعني انا
اتضايقت، بس صبرت على الفيلم، والصراحة كويس إن أنا صبرت على الفيلم، لإن النُص التاني من الفيلم تحديدًا الفصل الأخير من الفيلم كان ممتع جدًا، وفيه شوية مشاهد كويسة جدًا، جدًا، جدًا من ناحية الإخراج ومن ناحية التنفيذ يعني. وواضح إن الفيلم كان له budget على فكرة، يعني واضح برضه إن الفيلم كان له budget، كان مطلوب من صُناع العمل ده إن هم في خلال الرحلة دي نشوف أحداث أكتر شوية. يعني أنا كنت محتاج إن أنا أتحمس أكتر، لإن زي ما باقول لك في النُص الأولاني حسيت بضجر كده، بملل شوية، فاللي هو إيه، وقعت يعني منّك في أول الفيلم، بس مش مشكلة. آخر الفيلم كان كويس، وزي ما باقول لك التمثيل كان كويس. هو يعني بشكل عام فيلم معقول، فيلم أنصح الناس إنها تشوفه، لكن هو مش فيلم أوي إن أنت تخشه سينما يعني. أنا كنت متحمس له زيادة يمكن، بس ده اللي أحبطني، لكن هو فيلم مش وحش. هو برضه تحسه شوية فيلم ينتمي لنوعية الأفلام الأوروبية، الأفلام المستقلة، أفلام المهرجانات. ودايمًا في نوعية الأفلام بتاعة أوروبا تلاقي فيها الريتم بطيء شوية، الريتم بطيء، فهو حاسّه أوي من المدرسة دي. وأعتقد لو أنت دوّرت المُخرج هتلاقي أكيد ليه كده، مع إني ما أعرفش الصراحة حاجات للمُخرج قبل كده. تقريبًا المُخرج ده كان عامل فيلم اللي هو إكس ماشينا أو حاجة كده، أو إكس ماكينة حاجة كده، الفيلم ده أنا ما شُفتوش، بس ده تقريبًا اللي أنا سمعته يعني وقت ما كنت داخل الفيلم، اللي هو من أسبوعين 3 زي ما باقول لك، يعني عدّى عليهم وقت طويل. بس، فهو أخيرًا الفيلم يعني زي ما باقول لك يعني تتفرّج عليه، بس تستنى إن هو ينزل على النت، وما أعتقدش نوعية الأفلام دي إنها بتطوّل في السينما، وممكن ما يكونش عامل كويس يعني في الbox office، فبتنزل على طول يعني ما بتطوّلش وتنزل في السينما، وبتنزل يعني أونلاين. بس تقييم الفيلم ده أدّي له 7، 7.5 من 10، وزي ما باقول لك هو فيلم كويس يتشاف، لكنه ما يتدخّلش سينما. آخر حاجة عايز أقولها بخصوص فيلم Civil War. في بعض الأفلام أو بعض المسلسلات آآ بافكّر إن أنا أطلع أراجعها بنفس الطريقة اللي أنا راجعت بيها الفيلم ده، يعني من غير edit ومن غير إنسرتات ومن غير مونتاج وبتاع. أنا بس عايز أقول لكم حاجة، أنتم لو تعرفوا إن موضوع المونتاج ده مُتعب إزاي. أنا باقعد أمنتج في الحلقة الواحدة اللي بتنزل حوالي 3 أو 4 ساعات، فالموضوع مُتعب بشكل رهيب. فساعات بيبقى عندي شغل وساعات بابقى مضغوط، فعشان الحلقة ما تتأخّرش أو عشان إن أنا أبقى باحاول إن أنا أنزّل جديد دايمًا وباحاول أنزّل حلقات كتيرة، أنا على قد ما أقدر ضبطت الصوت، ضبطت الصورة، ضبطت الديكور. فممكن في بعض الأحيان، اعذروني يعني، إن أنا أعمل مراجعة كده على السريع من غير إنسرتات ومن غير إن أنا أدخّل حاجات يعني في الedit وبتاع. لو عاجبكم الفكرة أوكي، يعني لو الموضوع مش فارق معاكم الإنسرتات وكده، المهم فارق معاكم الكلام، قولوا لي، ولو برضه مش هتعجبكم قولوا لي، يعني مش هاتضايق يعني لو رأيي سلبي. بس هو أنا ممكن يعني إيه، ادعوا لي كده ربنا يكرم وأجيب كرسي gaming بس بدل الكرسي اللي أنا قاعد عليه ده، عشان المنظر يبقى أحلى شوية. لو جبت كرسي gaming هيبقى حلو يعني. بس، فلو الفيديو عجبكم اعملوا لايك بقى وشير وسبسكرايب، وخشوا كده خدوا لفة في القناة، يعني هتلاقي في فيديوهات حلوة. بس سلام.